السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ بحبكم في الله. النهاردة الفيديو بقى جميل وسريع جدا ومفيد قوي قوي قوي. هنعمل النهاردة حاجة بسيطة وسهلة جدا جدا موجودة في كل بيت. نبدأ بقى بالصلاة على النبي كده ونبدأ الفيديو بتاعنا. نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة بقى بالصلاة على النبي كده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. زي ما انتوا شايفين كده أنا معايا هنا في زبدة، قشطة فلاحي. قشطة فلاحي ديت أنا محوشاها عندي من وش اللبن. يعني أنا بجيب اللبن كده، عزكم الله، من اللبان اللي هي بيجيلنا من الزريبة يعني. لبن جميل جدا جدا وصافي، لبن جاموسي، حلو جدا جدا، يعني مش زي اللي عند اللبانين. بغليه بقى كده، وبعد كده لما بيبرد بسيبه تاني يوم في التلاجة عندي. وبعدين باجي بقى تاني يوم اشيل منه الوش. بصراحة بيبقى الوش بتاعه جميل جدا جدا. فبحوشها كده، حوشتها حوالي 2 كيلو. وكان عندي برضو شوية لبن عملتهم جبنة كده، اخدت الوش بتاع القشطة بتاعهم برضو، طلع لي كمية كبيرة كده. وزي ما انتوا شايفين انا النهاردة هعملها زي ما انتوا شايفين في العجان. ليه في العجان؟ علشان طبعا بتاخد مجهود كبير جدا جدا، والعجان طبعا اسرع من عندي، اسرع من ايدي. طيب ما عنديش عجان فيه المضرب، ما عندكيش المضرب يبقى لكن لا ثم ايديكي بقى. وانا عامله جزء في العجان وعامله جزء بايديا كده، علشان تشوفوا ايه، تشوفوا إن هي النتيجه هتطلع واحده يعني، بس اختصارا للوقت والمجهود والصحه بقى ما بقتش قد كده. فانا بعملها طبعا ايه في العجان. في الاول خالص زي ما انتوا كنتوا شايفين كده، القشطه لما نزلت كانت لسه ايه، تقيله. ودلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين بدات تفصل الايه، ال- الميه بتاعتها او اللبن بتاعها عن الزبده اللي هي هتطلع لنا، او السمنه البلدي اللي هي هتطلع لنا. اي خلاص كده زي ما انتوا شايفين الجمال بقى كده. دي زبدة فلاحي زي اللي بنشتريها من حبايبنا الفلاحين بالظبط. يعني لا تقل عنهم، يعني لا تقل عنها قيمة او جودة، بالظبط زي اللي احنا بنجيبها من الفلاحين، اللي احنا بنشتري الكيلو منها ب150 جنيه دلوقتي. فصلتها بقى كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اطلعها كده في ايه، هطلعها كده في طبق عندي. لا مش هينفع، لازم اطلعها في طبق وفيه تلج، لازم ميه بتلج. تمام كده. اللهم صل على سيدنا محمد. ليه بقى ميه بتلج؟ عشان التلج اولا يخليها تتماسك، لان بعد مرحله الخض او مرحله الضرب ديت بتبقى طريه جدا جدا. ولازم تحطيها في ميه وتلج او ميه ساقعه من التلاجة. تمام كده. انا لفيت اهوت بصفي منها اللبن قدر الامكان علشان ما يمررش معايا الزبده بتاعتي. تمام كده. الخطوات دي مهمه جدا جدا للجماعه اللي بيبقى عندهم قشطه ومش عارفين يعملوا فيها ايه، او مش عارفين يحولوها ازاي لسمنه بالشكل ده. انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين وبتعملوا كل حاجه جميله، بس انا قلت يعني استفيد وافيدكم كمان بالايه، بالفيديو ده. تمام كده. حطيت بقى السمنه بتاعتي كده، وهاخد برضو شويه، خدت شويه كمان عملتهم. واللبن ده انا مش هرميه. اللبن ده ليه استعمالات كتير واستخدامات كتير جدا جدا، منها ممكن تعملي شويه فطير، شويه قرص طريه، تستعمليه في حاجات كتير جدا جدا، شويه عيش، رقاق طري، اي حاجه. تمام كده. انا خدت بقى شويه الاخرانيين دول، انا قلت اعملهم لكم بايدي كده. بصراحه اتمرمطت، بهدلتني جدا جدا، وتعبت لي دراعي وخدت مني وقت ياما. يعني انا مختصره لكم الفيديو، يعني خدت مني اكتر من نص ساعه. في العجان ما خدتش مني اكتر من 10 دقايق، لان العجان طبعا اسرع من ايدي واجمد من ايديا. فاللي هو اشتري نفسك او اشتري راحتك بفلوسك، يعني زي ما انتم شايفين. غسلتها. هنا بقى لازم نغسلها كويس جدا جدا. يعني ايه نغسلها؟ تقومي ايه، عجنه السمنه زي ما انتوا شايفين كده اهوت في الميه الساقعه. ليه بقى؟ عشان ما يبقاش اللبن اللي هو طالع فيها بتاع الخض ده هوت يمررها، او يشرش معاكي لو هتسيحيها، او يمررها، او يعمل لها ايه، عفونة او كده. اللبن ده برضو زي ما قلت لكم ليه استخدامات كتيرة جدا جدا. ديت السمنة بتاعتنا اللي طلعت، وديت الجبنة انا كنت عاملاها، وبصراحة قلت ايه ما صورتهاش، قلت اوريها لكم. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك.